فيش بديل، ما فيش أي مؤسسات، وما بديناش في بناء مؤسسات لحد ما أصبح في تساؤل: هل فعلا الأجهزة متاعنا تبي جيش وطني وتبي شرطة قوية ولا ما تبيش؟ لأن السلوك اللي نشوفه فيه لا يتطابق إطلاقا مع الرغبة في إنشاء جيش وطني قوي. هذا الأمر ربما أنا قلتها في كذا مناسبة، ربما أحد أسباب اغتيال لواء عبد الفتاح هو أنه هو بدأ في إنشاء جيش وطني. جيش وطني ما نقدرش نتكلم على سيادة وطنية بدون جيش وطني، وبالتالي في غياب هذه الأشياء كلها يصبح الملاذ الأخير والرهان الأخير والأمل في الله سبحانه وتعالى وفي هالشعب في وعيه أنه هو يتماسك، ما يسمحش الخلافات أن هي تكبر أيا كانت أسبابها، لأن ما عادش عندنا شيء آخر نتحصن به إلا الله سبحانه وتعالى وقدرة هذا الشعب ونسيجه الاجتماعي ووعي أنه هو يتماسك في هذه الفترة.